الرحمن الرحيم. حسن ميرة، عراقي مقيم في الأردن، أعمل أداة صحيفة ووترلو تايمز الكندية. ما رأيك في عموتة والطاقم ديالو التقني المغربي من خلال النتائج المحصل عليها كابيتان؟ حسين عموتة مدرب لديه فكر كبير وراقي، ولكن الأردن يحتاج إلى وقت طويل للعب الفكر والاستجواب من اللاعبين للفكر. حسين عموتة كان في قطر لما تدرب السد القطري ولعب في الأندية القطرية، كان لاعب وإنسان محترم ومحترف ومدرب راقي. ماذا يمكن أن تقول لنا عن تنظيم المغرب لكأس العالم 2030؟ نعم، فرحين أنه بلد عربي يستضيف كأس العالم 2030، والمغرب قادرة بإذن الله، ولديها تجارب في كأس العالم للأندية، ولديها تجارب في تنظيم نهائيات أفريقية، بطولة أفريقية. كابتن، عندما يذكر المغرب ماذا يتراود إلى فكرك؟ ماذا أول فكرة تأتيك عن المغرب؟ المغرب بلد جميل وراقي، من البلدان التي تضاهي البلاد الأوروبية. المغرب بلد جميل وشعب جميل ومثقف في كرة القدم وفي الصحافة وفي كل المجالات. ماذا تعرف عن كرة القدم المغربية؟ يعني كرة القدم المغربية، شاهدت المنتخب المغربي في 2022 في قطر، قدم أداء جدا عالي، والغيرة المغربية العربية، ونتائجه كانت مميزة جدا، والحصول على المركز الرابع. وكرة القدم المغربية متطورة، ونتمنى أن نزور المغرب ونشاهد كرة القدم في المغرب بأقرب وقت إن شاء الله. مرحبا بك. اللاعب الذي يعجبك في المنتخب الوطني المغربي؟ كل اللاعبين جيدين ومميزين. أنا يعجبني الحارس ياسين بونو، وكنت أتمنى أن يستمر في الدوري الإسباني مع إشبيلية، ولكن هو أدرى في وجهته. الفرق المغربية التي تهواها وتحبها؟ نادي الرجاء البيضاوي، عجيب. نادي كبير ويقدم مستويات كبيرة ونتائج طيبة في أفريقيا. ما رأيك عن المشروع الذي تحدثنا عنه نحن الصحفيين هنا في الأردن، تكوين اتحاد الصحفيين العرب بين الشرق والغرب مثلا والمغرب؟ دائما الرياضة هي تجمع الشعوب، والرياضة حب وطاعة. وفي الفترة الأخيرة مثل ما تفضل زميلي أستاذ حيدر، تباعد السنة 20 سنة الأخيرة، هناك فجوة بين المغرب العربي وبين الغرب، بين الشرق العربي. إن شاء الله تكون هاي فاتحة خير لتجميع الوطن العربي والصحافة العربية. شكرا، نتمنى لك إن شاء الله أن تزور المغرب في أقرب وقت إن شاء الله، ونتمنى لك التوفيق. شكرا كابتن، مع السلامة. شكرا.